ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده جايبه لكم مكان كده بيعمل فساتين افراح حلوه جدا. هو اللي بيفصلها بنفسه. هو مصنع سوري كبير وليه كذا فرع. حاجته حلوه قوي ورخيصه. الفستان بيبتدي من اول 1899 جنيه. متخيلين السعر؟ هو في نفس السعر والرينج بتاع الايجار. كتير منا اول ما بتقول خلاص قربت على الجواز ولا حاجة تبتدي تتجه لعباس العقاد، وطبعا بنشوف اسعار هناك اسعار الايجار من اول 5000 جنيه. يا اما بتشوف اي اتيليه جنبها ولا حاجة وبتبتدي تروح وبتتكلم في ايجار من اول 3000 و2000 ونص و1000 ونص برضو. وطبعا ده بيبقى ايه، ايجار مرة واحدة وخلاص. لا، انت ممكن تستثمري في فستان فرحك، ان انت ممكن تشتريه بقى من اول 1899 معاكي لحد 5000 ونص. عاملين تشكيلة كبيرة جدا. ممكن تشتريه وبعد كده تبيعيه بعد فرحك، مش هيخسرك حاجة. تأجريه مرة مرتين مفيش اي مشكلة، وبكده يبقى انت استفدتي وما خسرتيش الفلوس ايه كلها. فانا النهاردة جايبه لكم مكان حلو قوي. هو مصنع سوري زي ما قلنا. ليه 4 فروع. فرع في القاهرة في مدينة نصر 6 عمارات مايو، ميدان الساعة الدور الأرضي. هقول العنوان تاني: في القاهرة مدينة نصر عمارات مايو، ميدان الساعة الدور الأرضي. وموجود في اسكندرية 49 شارع العسوي سيدي بشر. في اسكندرية 49 شارع العسوي سيدي بشر. وموجود كمان في أسيوط في صدناوي مول أمام محطة القطار. موجود في أسيوط في صدناوي مول أمام محطة القطار. وموجود في الأقصر في شارع المحطة مول الحجاز فساتين زفاف ريتيل. في الأقصر في شارع المحطة مول الحجاز فساتين زفاف ريتيل. المصنع ده بيبيع شراء بس ما بيأجرش، وعنده كمان فساتين خطوبة. هو متخصص في الحاجات دي. بيعمل اشكال حلوة قوي بكذا ماتيريال، عشان كده عامل من اول 1899 لحد 5000 ونص. انا الصراحة لما كنت بنزل ادور على الفستان بتاعي، طبعا كانت الاسعار حواليا صعبة جدا. وكنت عرفت للأسف المحل دوت بعد ما انا اشتريت الفستان بتاعي. فما كانش ان انا ايه ما كانش ينفع طبعا ان انا ارجع فيه او كده. بس الصراحة ندمت لما شفت المصنع دوت، وما ما كنتش انا لحقته يعني. وكان على ايامي اعلى فستان، انا متجوزة من سنتين، كان اعلى فستان هم عاملينه ب2850 جنيه. والله انا ساعتها يعني صدمت. كان اعلى فستان ب2850 جنيه. بس طبعا احنا عارفين الاسعار غليت والحاجات دي كلها، فاكيد الحاجات دي كلها هترفع. بس هم لما رفعوا ما رفعوش الرفع الاوفر. لان احنا بنقول دلوقتي لو نزلت عباس العقاد، انت فعلا اقل فستان هتأجريه ومن محل عادي كده في عباس العقاد ب4 و5000 جنيه. يعني انا ليا زميلتي اتجوزت في شهر 8 2016. عايزه اقول لكم اجرت فستان من عباس العقاد ب4000 جنيه ساعتها، وكان اول لبسه. طيب يعني احنا التأجير في عباس العقاد ليه ميزتين: ان هو اول لبسه والماتيريال بتاعته حلوه. انا جبت لكم دلوقتي مصنع هيديكي الفستان شراء واول لبسه ليكي انتي، وممكن تبيعيه كده بعد كده مش هتخسري بحاجه. وكمان الماتيريال بتاعته حلوه جدا. لا، وفي ميزه كمان ان طبعا هم عندهم ان النوع اللي انت تستخدميه يعملوا لك واحد زيه تفصيل محجبات، يعني يكون متقفل وهيقفلهولك بنفس الشغل. لان طبعا احنا عندنا مشكله صعبه قوي ان احنا لما بنروح اي اتيليه او اي حاجه، لما بيجي الحاجه مثلا الفستان بيبقى كاب او كات، لما بنيجي نقول له ان احنا عايزين نقفله، بتحس ان التقفيل باين، تحس ان الدنيا مش متهندله. لا، ده عشان مصنع عنده نفس الماتيريال بتاعت كل فستان، لان هو اللي مفصله بنفسه، فبالتالي هيقفلهولك من نفس الشغل. فطبعا ما بيبانش ان هو ان هو متقفل او حاجه. لا، بيبان ان الفستان كله قطعه واحده. انا مش عايزه اطول عليكم. هقول لكم تاني العناوين: في القاهره في مدينه نصر
عمارات مايو ميدان الساعة الدور الأرضي، وموجود في اسكندرية في 49 شارع العيسوي سيدي بشر، وفي أسيوط في صدناوي مول أمام محطة القطر، والأقصر شارع المحطة مول الحجاز فساتين زفاف ريتال. المصنع ده اسمه ايه؟ وممكن طبعا هحط لكم رقم التليفون. اسمه فساتين زفاف حبيبة. هتلاقوني انا منزله لكم دلوقتي صور وفيديوهات للفساتين اللي عنده. الصور عليها رقم تليفون المصنع، تقدروا اللي انتوا تتواصلوا معاه. اسم المصنع تاني فساتين زفاف حبيبة. ما تنسونيش طبعا بقى في اللايك وفي الشير وكومنت حلو منكم وسبسكرايب. وتعالوا نشوف مع بعض الفيديو. اهو زي ما احنا شايفين الفيديو بتاع الفساتين ده. اول فستان معانا. عايز اقول لكم الشغل عندهم عالي جدا، وهم برضو متأثرين منه مصنع سوري، فمتأثرين شوية بالستايل السوري والستايل التركي. هتشوفوا فساتين برضو مدية على الستايل التركي شوية. وزي ما قلت لكم هو عنده ميزة ان هو اللي مفصل الحاجة بنفسه، فبالتالي عنده نفس الماتيريال اللي مستخدمها في الفساتين. لو انت هتقفليه مش هيبقى زي الاتيليهات التانية بيبقى التقفيل باين، لا، وخاصة ان ده مصنع. اهو ودوت ستايل معانا تاني اللي هو بتاع سندريلا، اللي هو الفتافيت السكر ده. انا مش عارفة اسمه ايه الصراحة. اهو ده كان منتشر برضو الفترة اللي فاتت. وهو زي ما قلنا حلاوة المصنع دوت ان هو عنده كل الاذواق. يعني لو ما عجبكيش، وعنده موديلات كتير جدا، ده فوق 100 موديل ولا اكتر، يعني ان ده مصنع. فلو ما عجبكيش ده الذوق ده هيعجبك ذوق تاني، وهكذا. انا طبعا قدرت اجمع لكم يعني اكبر قدر من الستايلات الموجودة هناك. هما فعلا يعني مكان يستحق ان الواحد يسلط عليه الضوء، لانه مكان حلو جدا وناس محترمة. هنقول عليهم برضو تاني فساتين زفاف حبيبة. موجودين في القاهرة في مدينة نصر 6 عمارات مايو ميدان الساعة الدور الأرضي، وفي اسكندرية 49 شارع العيسوي سيدي بشر، وفي أسيوط في صدناوي مول أمام محطة القطر، وفي الأقصر في شارع المحطة مول الحجاز فساتين زفاف ريتال. اهو دي الارقام التليفونات اللي انا قلت لكم عليها. هو رقم 1-03-1-46-73-6. هقوله لكم تاني 031-46-73-6. ممكن تتواصلوا معاهم برضو عن طريق الفيسبوك. اعملي سيرش، اكتبي بالعربي فساتين زفاف حبيبة. ممكن تتواصلي معاهم على الانستجرام برضو فساتين زفاف حبيبة. مكان حلو قوي. وفعلا لو اي عروسة بتدور دلوقتي على الفستان بتاعها او جوازها قرب وهتدور الفترة الجاية، بيعملوا عروض حلوة قوي، وبينزلوا في الخصومات في المناسبات زي مناسبات اعياد الام، بينزلوا في مناسبات رأس السنة وهكذا. يعني ليهم كل مناسبة بينزلوا فيها عروض بتبقى حلوة جدا. شايفين الستايل ده؟ وهنجيب دلوقتي هنجيبه من قدام. اهو ده شكله من قدام. هو برضو شكله حلو قوي. وزي ما قلت لكم ان الميزه هناك ان انت هتلاقي كل الاذواق. يعني ممكن تكون الصور دي مش عاجباكي، لا، هتلاقي حاجات هناك تعجبك. وطبعا الحاجه مش بتبان من شكلها كده غير لما بتقيسيها. سبحان الله، كل عروسه بيبقى فستانها زي ما هو كده كانه مكتوب على اسمها. اول ما بتنزل وبتشوفي الفساتين هو هتلاقي فستانك شدك. يعني سبحان الله، الموقف ده حصل معايا فعلا. انا يعني نزلت قعدت ادور فجأة لحد ما لقيت فستان هو فعلا اللي شدني كأنه بيناديني يعني. فكل عروسة كده هتلاقي فستانها بيشدها، فروحي هناك هتلاقي اذواق كتير جدا جدا جدا. اهو الستايل ده برضو كان طالع الفترة اللي فاتت. وهناك هتلاقي الفساتين اللي ديلها كبير قوي لحد 3 متر. وطبعا بتبقى ايه يعني انا شايفه الصراحه ان الاسعار هناك حلوه قوي. بصوا الفستان ده تحفه. وشايفين التقفيل ده اللي كنت بقول لكم عليه، انه هيتقفل من نفس الماتيريال بتاعه الفستان، فمش هتحسي خالص انه متقفل. طبعا غير بقى الناس التانية اللي بتبقى لابسه
علشان تقفيل مش مناسب وتلاقيها لابسه بديهات وحاجات كده، بيبقى مضيع شكل الفستان خالص. فده متقفل منه فيه. يا رب تكون الجوله بتاعت النهارده عجبتكم، واكون فدتكم النهارده، او فدت ايه فدت ايه او اديت افاده لاي عروسه مقبله على الزواج او على الخطوه دي. وان شاء الله يكون خير يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله في جولة تانية وفي مكان جديد. وما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو منكم، وسبسكرايب لو انت لسه جديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله.